في يوم الثلاث 21/8/2018 وبالظبط الساعة 8 بالليل، محمود نظمي اللي في الصورة ده طلع يجري على اسم الشرطة الموجود في منطقته، وقدم بلاغ ان ولاده الاتنين اللي هما ريان ومحمد اختفوا منه فجأة وهو بيفسحهم في واحدة من الجناين او المنتزهات الكبيرة في منطقته، وانه دور عليهم كتير ومش لاقي لهم اي اثر. وعلى فكرة اليوم ده كان بيوافق أول أيام عيد الأضحى، وبعد البلاغ ده بيوم واحد بس يوصل بلاغ تاني من أهالي واحدة من المناطق المجاورة، ومحتوى البلاغ ده إنهم لقيوا جثمانين اتنين بنفس المواصفات بالظبط بتاعت ريان ومحمد، والجثمانين دول كانوا طافيين على وش المية تحت واحد من الكباري بتاعت النيل. ولما تم عرض الجثمانين دول على محمود نظمي وقتها أكد إنهم فعلا عياله. ولو أنت أول مرة تسمع عن القضية دي فاستعد بقى عشان هتتصدم صدمة عمرك، أما بقى لو سمعتها قبل كده فأنا النهاردة هعرفك اللي تم فيها من أول ما بدأت في 2018 ولحد ما اتقفلت تماما في 2023. طيب هو إيه بقى اللي حصل مع ريان ومحمد بالظبط، ومين اللي عمل فيهم كده، وليه عمل فيهم كده، وإزاي القضية دي اتحلت، وإيه اللي حصل بعدها؟ صلى على النبي وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بدأت يوم الثلاث 21/8/2018 وفضلت مستمرة لحد ما اتقفلت تماما يوم 5/2/2023. وبالنسبة للمكان فاحنا معانا النهاردة مكانين، المكان الأول منهم هو مركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، والمكان التاني هو مركز فرسكور في محافظة دمياط. دول كده كانوا هما الزمان والمكان. أما بقى الشخصية الرئيسية معانا النهاردة فهيكون هو محمود نظمي اللي في الصورة ده. طيب تمام قوي، هو مين محمود نظمي بقى؟ محمود نظمي باختصار هو راجل عنده 33 سنة أو كان عنده 33 سنة وقت مشهد البداية، وبالظبط هو من مواليد 1/10 سنة 1985، والمفروض إنه شغال عامل عادي أو صاحب أعمال حرة، بس خلي بالك ده المفروض، إنما في الواقع هو ما كانش بيشتغل بإيديه بالمعنى الحرفي، وده لأن محمود يبقى الابن الأصغر لعيلة حالتها ميسورة، وورث عن والده بعد وفاته تركة تخليه مش مضطر يشتغل. بس للأسف زي ما ده كان سبب في إنه يرتاح فده برضه كان هو سبب ضياعه، وهقولك ليه كمان شوية. بس عايزك تعرف الأول إن محمود كمان كان راجل متجوز من واحدة اسمها سين من 6 سنين تقريبا، وجوازهم نتج عنه طفلين وهما ريان ومحمد اللي كانوا معانا في مشهد البداية. وبالنسبة لأعمارهم وقتها فريان كان عنده 5 سنين تقريبا ومحمد كان عنده 3 سنين، وأعتقد لحد هنا كده كل حاجة واضحة، وتقريبا انت ممكن تشوف ان حياتهم دي حياة مثالية. راجل ميسور ماديا ومن عيلة كويسة ومعاه ورث كبير مخليه مش محتاج يشتغل، ومتجوز من 6 سنين وعنده ولدين ما شاء الله عليهم زي ريان ومحمد. تفتكر ممكن يكون ناقصه ايه؟ في الحقيقة كل الكلام ده ملوش اي لازمة جنب اللي هقوله لك كمان شوية. اول مشكلة عند محمود انه اتلم على كام صاحب سوق كده بوظوه خالص، وطبعا واحد معاه فلوس زيه طبيعي جدا يكون مطمع لاي صاحب سوق، وفعلا هو اتلم على شلة بايظة استغلته اسوأ استغلال. والمصيبة ان محمود كان مبسوط بده، ومع الوقت علاقته بيهم بقت قوية جدا، ومش ببالغ لما اقولك ان علاقته بيهم بقت اقوى من علاقته بعيلته، سواء مراته او اخواته او اهله او حتى عياله، لدرجة انه جهز لاصحابه دول بيت كبير يقعد فيه معاهم، وبقى سايب مراته وعياله وقاعد مع اصحابه في البيت ده طول الوقت. وبقوا في عز الظهر بيجيبوا في البيت ده بنات من اللي انتوا عارفينهم وبيشربوا فيه اي مخدرات تيجي في بالكم، وطبعا فاتورة الكلام ده كله محمود اللي كان بيدفعها. وفعلا الراجل كان بيصرف على اصحابه دول ببذخ وبشكل مستفز، لدرجة انهم حتى ما بقوش بيشتغلوا زيه وبقوا معتمدين بالكامل على صرفه عليهم. وطبعا لان الصاحب ساحب فهو اكيد بقى زيهم بالظبط وبقى مدمن مخدرات معاهم، وخلاص الراجل فلوسه كلها بقت رايحة على اي حاجة شمال. بس مين بقى اللي خد باله من الموضوع ده وبدأ انه يقف له؟ في الواقع هو كل الناس في منطقته خدت بالها من الموضوع ده، لكن اللي وقف له وقتها هو وشلته كانوا هم اخواته الاتنين. وطبعا هم عملوا ده من مبدأ انهم بقوا شايفين السفه اللي اخوهم بقى عايش فيه، والصرف اللي بيصرفه على الشلة البايظة بتاعته اللي اتلمت عليه عشان فلوسه، وان فعلا بالشكل ده فلوسه كلها هتتصرف عليهم وهيعلن افلاسه قريب. وفعلا اخواته دول راحوا له البيت اللي مجهزه مخصوص لشلته وقاعد معاهم فيه،
وبدأوا إنهم يواجهوه بما إنه أخوهم الصغير، وبدأوا إنهم يطاردوا أصحابه البايظين اللي مبوظينه معاهم، ومنعوهم على قد ما يقدروا إنهم يقربوا من أخوهم. وكمان أجبروا محمود وقتها إنه يحول البيت اللي بقى معمول زي الغرزة ده وسمعته بقت على كل لسان لبيت عائلي جميل ونضيف يعيش فيه مع مراته وعياله. وكمان ما وقفوش لحد هنا، دول عملوا معاه محاولات كتير إنهم يدخلوه مصحة ويعالجوه من الإدمان، لكن للأسف أخوهم ما كانش عنده إرادة إنه يعالج إدمانه، وعشان كده ما قدروش إنهم ينجحوا في ده. طيب بعيد عن نقطة الإدمان بقى، هل هم فعلا نجحوا في إنهم يبعدوه عن الشلة بتاعته أو صحاب السوق؟ كان نفسي أقولك إنهم نجحوا، بس للأسف مرة تانية محمود قرر إنه ينحاز لأصحابه والشلة البايظة بتاعته ضد إخواته الاتنين، وكمان راح بنفسه لاسم الشرطة وعمل ضد إخواته الاتنين محضر اتهمهم فيه إنهم بيتعدوا عليه وعلى أصحابه. وطبعا اللي حصل بعد كده إن علاقته اتوترت بيهم جدا، ومش بيهم هم لوحدهم، ده علاقته بكل أهله ومراته وأهل مراته وقرايبه كلهم اتدمرت خالص. ولما لاحظ ده وإن كله بقى بيبعد عنه وبقى شخص غير مرغوب فيه بينهم، اضطر إنه يحاول يصلح علاقته بيهم، ورضخ لأكبر مطلب ليهم وقام بنقل مراته وعياله للعيشة معاه في البيت اللي عامله لأصحابه. بس خلي بالك، محمود ما عملش ده عن اقتناع او عشان بيحاول انه يبقى شخص كويس. للأسف محمود لما عمل ده عمله وهو مجبر عشان يصلح علاقته بأهله وبقرايبه، وعشان كده بدأ وقتها يحس بإحباط شديد وبكره لأهله ومراته وعياله اللي أجبروه إنه يتخلى عن حياته الخاصة، وبقى حاسس إنهم مكتفينه طول الوقت. ولحد هنا كده أنت تقريبا عرفت كل اللي محتاج تعرفه قبل اليوم اللي حصل فيه مشهد البداية. وتعالى بقى نشوف إيه بالظبط اللي حصل في اليوم ده. اليوم ده زي ما عرفنا كان هو يوم التلات 21/8/2000، وده كان بيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك. واللي حصل في عصر اليوم ده تحديدا إن محمود قال لمراته إنه هياخد عيالهم الاتنين وهينزل يفسحهم بالعربية شوية ويتفرجوا على الأضاحي وكده. وطبعا مراته وافقت وقتها وفرحت إن العيال هيخرجوا، وفعلا محمود خدهم وركب معاهم العربية وطلع بيهم، وفضل غايب معاهم بقى من وقتها ولحد ما مراته اتصلت بيه الساعة 5:55 عشان تطمن عليه وعلى الولاد. ووقتها قال لها انه بيفسحهم على طريق البحر، ورجع غاب تاني لحد ما اتصل هو بمراته، والكلام ده كان الساعة 7:11 بالليل. وقال لها في المكالمة دي انه مش لاقي العيال وان تقريبا كده هم اتخطفوا منه. وقال وقتها انه كان بيفسحهم في واحدة من الجناين او المنتزهات الكبيرة في المنطقة، وقابل هناك بالصدفة صديق قديم ما شافوش من سنين، وفي الوقت اللي كان مشغول معاه فيه وبيسلم عليه التفت وراه ملقيش ولاده. وقال لها كمان انه دلوقت بيدور عليهم على طريق هناك اسمه طريق قرية اسكندرية، وانه راجع في الطريق دلوقتي لبلده اللي هي 100 سلسيل. وبعد ما خلص المكالمة مع مراته راح كمان مكلم أخوه وبالظبط الساعة 7:12 وقال له نفس الكلام اللي قاله لمراته. وبعدها راح أخوه مكلمه الساعة 7:42 وسأله عن المكان اللي هو فيه دلوقت، وقال له وقتها إنه على طريق البحر في 100 سلسيل. راح أخوه على طول مكلم مراته وجابها وراحوا له المكان اللي هو فيه، وقعدوا يدوروا على العيال هناك ربع ساعة تقريبا. وفي النهاية قاموا واخدين محمود وراحوا على مركز شرطة 100 سلسيل وعملوا هناك محضر باختفاء الولدين. واقفل بقى كل اللي فات ده على كده، وتعالى نشوف هو ايه بالظبط اللي حصل في التحقيقات وازاي القضية دي اتحلت. وخلي بالك عشان ده هو أهم جزء في الحلقة. أهلا بيكم مرة تانية. طبعا احنا وصلنا لحد ما تم تقديم البلاغ في اسم شرطة 100 سلسيل، وللعلم محمود قال في البلاغ ده نفس الكلام اللي قاله لمراته وقاله لاخوه في التليفون، وهو انه كان بيسلم على صديق قديم ما شافوش بقاله سنين وقابله صدفة، وبعدها بص وراه ملقيش العيال. وقال كمان انه مش بيشتبه جنائيا في موضوع اختفائهم، بمعنى انه شايف انهم تاهوا منه ومش حاسس انهم اختفوا نتيجة ان حد خطفهم. وطبعا ادى النيابة الاوصاف بتاعة الاولاد وكانوا لابسين ايه وقت اختفائهم واختفوا الساعة كام بالظبط وكان فين الكلام ده كله. وطبعا البلاغ اتعمل وقتها، والمفروض ان التحريات وعمليات البحث كانت هتبدأ، لكن وقتها حصلت مفاجأة غيرت شكل القضية بالكامل. والمفاجأة دي كانت إن في بلاغ تاني وصل للشرطة من أهالي منطقة قريبة، وتحديدا في منطقة فرسكور في دمياط. وقالوا في البلاغ ده إنهم عثروا على جثمانين اتنين
طافيين على وش المية تحت كوبري فرسكور العلوي. وطبعا وقتها الإسعاف والشرطة وصلوا لمكان البلاغ فورا واتأكدوا من صحته، وبمطابقة مواصفات الاتنين دول لقيوا إنهم تقريبا نفس المواصفات بالظبط بتاعت ريان ومحمد اللي اتبلغ عنهم في مركز شرطة ميت سلسيل قبلها بيوم واحد. وطبعا على طول تم التواصل مع والدهم اللي هو محمود نظمي، وحضر وقتها فورا هو ومراته لمستشفى فرسكور المركزي، وده عشان يعينوا الجثمانين، وأكدوا إن فعلا الاتنين دول هم ريان ومحمد. وبكده القضية ما بقتش مجرد عيلين وتاهوا وهندور عليهم، ده كده في شبهة جنائية كبيرة في القضية. وفعلا على طول تم تحويل جثمينهم للطب الشرعي، وطلع وقتها تقرير كبير بيقول باختصار كده إن ريان ومحمد فضلوا في المية لمدة يوم واحد، وإن في عندهم علامات بسيطة في منطقة شمال الرقبة، والعلامات دي ما تكفيش إن يحصل وفاة بسببها، لكن كان في علامات تشريحية تانية كتير زي مثلا كبر حجم الرئتين وانطباع الأضلاع واحتقان حشوي، وكل ده بيأكد إن سبب الوفاة هو الغرق. وده كده معناه إن ريان ومحمد كانوا عايشين في وقت ما نزلوا أو اتحدفوا في المية. وبناء عليه في سؤال واحد لو جاوبنا عليه هنبقى حلينا القضية كلها: ايه اللي ودى ريان ومحمد من الجنينة اللي والدهم كان بيفسحهم فيها لحد المية اللي لقيهم فيها؟ وطبعا السؤال ده اتوجه اول حاجة لوالدهم، وقال وقتها انه فعلا ما يعرفش، لكن بيتهم حد معين بده. وساعتها جهات التحقيق طلبت منه انه يقول كل اللي عنده، وطبعا بدأوا انهم يسجلوا وراه. وقال وقتها ان في خلاف بينه وبين جوز عمته، والخلاف ده بسبب قطعة ارض مساحتها 15 فدان، وحصل بسببها خلاف بينهم على مبلغ مالي كان متفق مع جوز عمته انه يديهوله مقابل الارض دي. وقال ان وقتها جوز عمته ده اشهر السلاح في وشه، وده عشان يرغمه انه يدفع له الفلوس. وقال انه هدده وقتها انه لو ما دفعلوش الفلوس اللي اتفقوا عليها هيخطف واحد من عياله. ووقتها جهات التحقيق قالت له: تمام يا محمود، يعني انت شاكك ان جوز عمتك هو اللي عمل في عيالك كده؟ وساعتها قال لهم: ايوه، وكمان في خلاف بيني وبين واحدة تانية اسمها شين عين، وبيجمعني بيها انا واصحابي علاقة غير مشروعة. وقال ان الخلاف ده بسبب انه صورها من غير هدوم وهددها بالصور دي، وعشان كده بيتهمها انها خطفت عياله وبتنتقم منه فيهم. طيب تمام يا محمود، يعني انت كده بتتهم جوز عمتك وبتتهم شين عين اللي انت قلت عليها؟ فقال لهم: ايوه مظبوط، وفي كمان خلاف بيني وبين واحد اسمه ميم كاف موجود في منطقة الأنطرة غرب، والخلاف ده بسبب اني اشتريت منه مواد مخدرة وما اديتلوش حسابها. يعني يا محمود انت كده بتتهم 3؟ فقال لهم: ايوه مظبوط. وفي كمان خلاف تاني بيني وبين واحد اسمه حاه نون عين موجود في محافظة دمياط، وان الخلاف ده بسبب انه كان متفق معاه انه هيبيع له قطعة آثار، والشخص ده كان هيبيعها لواحد تاني اسمه ميم غين ألف مقيم في مركز أجا في محافظة الدقهلية، والكلام ده كان مقابل مبلغ مالي 1,000,000 جنيه. وقال انه خد منهم ال1,000,000 جنيه دي ونصب عليهم فيها وما اداهمش القطعة اللي اتفقوا عليها، وعشان كده بيتهمهم هما الاتنين انهم عملوا كده في عياله. ووقتها طبعا كل الاقوال دي اتسجلت، وده عشان يتم التحقيق فيها. وطلع محمود بعدها من هناك وشيع جنازة عياله. وحصل بعد تشييع الجنازة دي أغرب تطور في القضية، وهو إن محمود رجع تاني لضباط المباحث اللي قال لهم كل الاعترافات دي، واللي قال لهم على أسماء الأشخاص اللي في بينه وبينهم خلاف. بس المرة دي لما رجع لهم قال لهم إن هو اللي خلص على عياله، ودخل وقتها في وصلة بكاء هستيري. وطبعا دي حاجة خلت المباحث وقتها في حيرة كبيرة، وما بقوش فاهمين هو بيقول كده عن وعي وإن هو اللي خلص عليهم فعلا، ولا قصده مثلا إنه خلص عليهم بمعنى إن هو السبب لأنه كان لازم ياخد باله منهم أكتر من كده وما يسيبهمش يضيعوا منه. وفعلا حاولوا وقتها إنهم يهدوه وياخدوا منه اعتراف تفصيلي، زي إنه مثلا يقول عمل ده إزاي أو إيه السبب أو التبرير اللي يخليه يعمل كده. لكن وقتها هو ما زودش أي حاجة وما اداش أي تفاصيل أو سبب أو مبرر يخلينا نفهم هو ليه ممكن يعمل حاجة زي دي. وعشان كده ما كانش ممكن يتم توجيه اتهام مباشر ليه إن هو اللي خلص على أولاده، ولا حتى كان ينفع يتعرض على النيابة في الوقت ده، لأن فعلا ممكن يكون اعترافه مش حقيقي، خصوصا إن مفيش أي دليل عليه، وهو نفسه ما قالش أي تفاصيل أو دافع يخليه يعمل كده. وطول الوقت بيهذب كلام وحكايات مش مفهومة، ومرة يقول أنا اللي خلصت عليهم، ومرة تانية يتهم حد تاني إن هو اللي خلص عليهم، ومش مستقر على كلام معين،
بس برضه خلي بالك الكلام ده حطه في دايرة الاشتباه، وبدأت جهات التحقيق والمباحث يدوروا وراه هو كمان. وأول ورقة بحث تم اللجوء ليها كانت هي كاميرات المراقبة. وأول كاميرا قدرت المباحث إنها تمسك منها أول طرف خيط كانت كاميرا موجودة على طريق البحر قدام الملاهي اللي محمود بيقول إنه ودى ولاده ليها. والكاميرا دي سجلت الساعة 6:12 بالظبط عربية هيونداي ماتريكس لونها أسود زي عربية محمود بالظبط. والكاميرا دي لقطتها لمدة 59 ثانية، وكانت جايبة إن العربية دي ماشية في اتجاه فرسكور. وطبعا انت أكيد فاكر إن تم العثور على الولدين في مية النيل تحت كوبري فرسكور العلوي. طيب تمام قوي كده، أول كاميرا بتقول إن محمود كان ماشي على طريق فرسكور بعربيته. هل في أي حاجة تاني؟ أكيد طبعا في تاني، ده في كمان كاميرا تانية جابته عند مدخل الجمالية على طريق البحر في اتجاه فرسكور، والكلام ده كان الساعة 6:20، يعني بعد الكاميرا الأولى ب8 دقايق تقريبا. وبعدها المباحث لقيت كمان كاميرا تالتة، والكاميرا دي كانت موجودة في بنزينة موجودة على الطريق ده اسمها بنزينة فرسكور. وده كده معناه إننا بنقرب قوي من مكان الواقعة. الكاميرا دي لقطت العربية بشكل أوضح وكمان بالأرقام بتاعتها، وده معناه إنها عربيته بما لا يدع مجال للشك. والكاميرا دي بقى لقطت فيديو للعربية مدته 7 دقايق و42 ثانية، والتوقيت كان الساعة 6:30 تقريبا. وكان محمود دخل البنزينة دي عشان يمون. وخد الكبيرة بقى، ده كمان الكاميرا دي لقطت الساعة 6:31 راس طالعة من شباك العربية لولد كان معاه جوه على الكرسي اللي ورا السواق على طول. وده معناه ان لحد الساعة 6:31 محمود كان معاه عياله في العربية، ووقتها هو مون عربيته وطلع من البنزينة الساعة 6:32. وفضل بعدها غايب عن الكاميرات لحد ما لقطته كاميرا رابعة، والكلام ده كان الساعة 6:52 عند أول طريق الخضيري اللي بيودي على فرسكور. ولما تم مواجهته بكل مقاطع الفيديو دي في التحقيقات أقر إن دي فعلا عربيته، وإن فعلا كان معاه عياله في العربية وقتها. يعني كده محمود كان معاه عياله في العربية لحد ما آخر مرة الكاميرا رصدتهم الساعة 6:52، وكان داخل بيهم على منطقة فرسكور. ولو قلنا إنه مثلا هيوصل هناك في خلال 8 دقايق فده معناه إنه هيوصل هناك الساعة 7. ولو رجعت معاه بالذاكرة ورا شوية هتفتكر إنه كلم مراته الساعة 7:11 بالظبط وقال لها إن الولاد اختفوا منه. هل لحقوا فعلا يختفوا منك وتدور عليهم وتكلم مراتك في 11 دقيقة؟ ده غير أصلا إنك قلت إنهم اختفوا منك وإنت بتسلم على واحد صاحبك في جنينة في المنطقة اللي هي منطقتك إنت يا محمود في 100 سلسيل. إيه بقى اللي وداك فرسكور في دمياط أصلا؟ وبعدين يا أخي سبحان الله، ده كمان تم العثور عليهم في اليوم اللي بعده على طول في المية تحت كوبري فرسكور العلوي. يعني من الآخر كده كل حاجة بتقول إن محمود هو اللي خلص على عياله، وإنه ببساطة خدهم معاه في العربية وراح بيهم على فرسكور زي ما الكاميرات رصدته، وقام رماهم في النيل هناك. ورجع بقى بعدها وقال دول اختفوا مني في الجنينة وأنا بسلم على واحد صاحبي، وراح عمل بلاغ باختفائهم. وفعلا طلع التقرير النهائي الخاص بتحريات المباحث يوم 24/8/2018. وطبعا تقرير المباحث ده قال كل الكلام اللي قلناه عن محمود نظمي، من أول ظروف حياته والشلة البايظة اللي كان لاممها حواليه واخواته اللي وقفوا له وحاولوا انهم يبعدوه عنهم، وكمان المحضر اللي عملوا فيهم، وانه جاب مراته وعياله يعيشوا معاه في البيت اللي كان قاعد فيه مع اصحابه وهو مكره على ده. وكل الكلام اللي عرفناه عنه من أول الحلقة ولحد ما اتقال في نهاية التقرير إن المتهم اللي هو محمود نظمي سولت ليه نفسه المريضة إنه يخلص على ولاده، لأنه بقى شايف إنهم عقبة قدامه وبسببهم ما بقاش عارف يرجع لحياته اللي هو حابب يعيشها مع أصحاب السوق بتوعه. ده غير إن وجود ولاده هو الحجة الرئيسية لأسرته اللي مخليه مش عارف يتصرف بحرية في ثروته اللي ورثها، ولا عارف يبيع منها اللي هو عايزه عشان يصرف منها على نزواته وعلى أصحابه. ده غير اللي بتتسم بيه نفسه من لا مبالاة وأنانية وتجرد من المشاعر اللي أفقده روح الأبوة ومسؤوليتها. وطبعا اتقبض فورا على محمود نظمي، وفعلا الراجل ما بقاش فيه قدامه أي مهرب من التهمة اللي متوجهه له، وأقر واعترف بكل حاجة. ده غير إن النيابة كمان خدته لمسرح الواقعة وعملوا معاه معاينة تصويرية وعاد تمثيل الواقعة زي ما عملها بالظبط. وغير كمان الكلام ده كله في شهود عيان على القضية، منهم واحد شغال عامل في البنزينة اللي محمود راح ومون منها، والعامل ده أكد إن محمود كان معاه عياله الاتنين وقت ما جاله، وكان منهم عيل قاعد بيلعب ورا الكرسي بتاع السواق وواحد تاني كان بيلعب في الكرسي اللي جنبه.
ده غير كمان ان تم اخذ عينات بول ودم من محمود يوم 25/8/2018 من مصلحة الطب الشرعي في المنصورة، واتبعتت لمعامل الطب الشرعي في القاهرة، وتم تحليل العينات دي، والتحليل بتاعها أثبت إن محمود بيتعاطى نوعين مخدرات وهما الحشيش والترامادول. وطبعا خلاص كده كل حاجة بقت واضحة، وبدأ محمود إنه يتكلم بصراحة، وقال إن في اليوم ده مراته كلمته الساعة 5:55 وكانت بتطمن على الأولاد اللي معاه، وقال لها وقتها إنه بيفسحهم على طريق البحر، وقال إن بعدها ب15 دقيقة تقريبا راح على الطريق الواصل بين مركز ميت سلسيل ومركز فرسكور اللي تمت فيه الواقعة، وقفل تليفونه ووقف هناك في محطة بنزين لمدة 5 دقايق ومون عربيته، وطلع من هناك على طول على كوبري فرسكور اللي تمت فيه الواقعة، وقال إنه وصل هناك الساعة 7 تقريبا، وعمل الجريمة بتاعته ومشي من هناك بسرعة. وبعد حوالي 10 دقايق من تحركه من مكان الواقعة راح فاتح التليفون بتاعه واتصل بواحد صاحبه الساعة 7:09 وبلغه إن ولاده اتخطفوا، وبعدها الساعة 7:11 راح مكلم مراته وبلغها نفس الكلام وقال لها إنه بيدور عليهم، وقام بعدها الساعة 7:12 مكلم أخوه وبرضه قال له نفس الكلام. وطبعا انتوا عارفين باقي اللي حصل لما راحوا له ودوروا عليهم وطلعوا بعدها على الاسم عملوا البلاغ والكلام ده كله. وبعدها في التحقيقات محمود اتسأل عن اللي قاله قبل كده لما اتهم كذا حد ان خطف عياله وان في خلافات بينه وبينهم، وقال وقتها ان مفيش خلافات بينه وبين اي حد، وان كل ده كان خيال منه عشان يتم انهاء اجراءات التحقيق معاه، خصوصا انه لو كان اعترف وقتها ما كانوش هيخلوا سبيله وما كانش هيقدر يحضر دفنة ولاده. يعني هو اختلق الحوارات دي كلها عشان يحضر دفنة ولاده. محمود قال كمان في فيديو نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية وقتها انه في يوم الواقعة شرب عقار التمول المخدر والشيطان وزه وقام رامي عياله في النيل، وقال ان الولدين كانوا عاملين له ازعاج ومصدر تعب ليه، ورجع بعدها قال في جملة اعترافاته انه عمل فيهم كده عشان يدخلوا الجنة، وكان باين عليه في التحقيقات عدم الاتزان وانهار كذا مرة. واخر حاجة قالها في النيابة ان هو اللي عمل فيهم كده عشان يرتاحوا منه ويرتاحوا من العذاب اللي هيشوفوه في الدنيا بسببه، وقال كمان انه كده بيضمن لهم دخول الجنة، وده عشان لسه صغيرين وما عملوش اي ذنوب في حياتهم. وقال كمان انه ندمان على اللي عمله وعايز يتحكم عليه بالإعدام بسرعة لانه خلص عليهم في ساعة شيطان، وانه لما فاق حس بالجريمة اللي عملها ومش عايز يعيش في الدنيا من بعدهم. وشرح بعد كده الجريمة بالتفصيل، وقال انه خد الولاد من البيت بعد ما لبسوا لبس العيد واشترى لهم لعب ولعب معاهم في الملاهي، لكن وهو بيلعب معاهم في الملاهي حس ان الولاد دول ملايكة وان هو ما يستحقهمش وانهم مسؤولية كبيرة عليه هو مش قدها، ونفسه يخلص من ضغوط المسؤولية دي. وقال انه اتأكد انه مش امين عليهم، وده لانه صرف فلوسه كلها في الملذات وعمل حاجات كتير غلط، فقرر بقى بدل ما يتوب ويصلح من نفسه انه ياخدهم ويرميهم في البحر عشان يضمن لهم الجنة. وقال بقى ان يومها خرج بيهم من الملاهي وركبوا العربية وراح بيهم على كوبري فرسكور، وليه وقتها الكوبري فاضي، فقعدهم على السور بتاعه بحجة انه هيصورهم، وبعدها عمل نفسه بيعدلهم، وعلى طول راح رامي الكبير فيهم اللي هو ريان اللي عنده 5 سنين في النيل، وبعده على طول محمد اللي عنده 3 سنين. وقال انه سمع صراخهم وقتها في ودنه لكن ما حسش بحاجة وقتها غير ان ضميره استريح لانهم هيدخلوا الجنة. وبعدها رجع الملاهي وعمل بقى انه بيدور عليهم، وقعد يصرخ هناك بين الناس والناس اتلمت عليه وبدأوا انهم يدوروا عليهم معاه. وقال انه حس وقتها ان فعلا ولاده ضايعين وانهم اتخطفوا منه، وقعد يدور عليهم مع الناس بشكل حقيقي، وكمان رصد مكافأة 50,000 جنيه للي هيرشد عن اي معلومات توصل ليهم. واللي حصل بعدها طبعا ان محمود نظمي اتحول للمحاكمة الجنائية، وهناك في اول جلسة محاكمة انكر كل الاتهامات وكل الاعترافات اللي قالها، والمحامي بتاعه دفع ان كل ده اتقال تحت الضغط والتهديد. وحصل كذا جلسة محاكمة كانت النيابة بتعرض فيهم الاعترافات بتاعته والأدلة اللي بتدينه وبتثبت التهمة عليه بكل الطرق، وعلى الناحية التانية كان الدفاع بتاع المتهم بيحاول انه يفند الاتهامات دي وينكر اعترافات محمود بكل الطرق، لحد ما وصلنا للجلسة بتاعت يوم 17/3/2019 اللي تمت في الدايرة الثالثة في محكمة جنايات المنصورة. وفي الجلسة دي محمود انهار واعترف بكل حاجة لأول مرة في جلسة محاكمة. واللي حصل في الجلسة دي إن النيابة وجهت له التهم قدام القاضي، وساعتها القاضي قال له إيه رأيك في المنسوب ليك يا محمود؟ ومحمود وقتها قال له حصل.
وساعتها حصل حالة من الهرج جوه المحكمة، والمحامي بتاعه قال له بصوت عالي: هو انت هتقرفنا وتجرينا وراك كل شوية؟ والقاضي وقتها هدد المحامي وقال له انه هيطلعه من الجلسة، وراح عاد السؤال مرة تانية على المتهم وقال له: ايه ردك يا محمود؟ حصل ان انت خلصت على ولادك؟ فرد محمود تاني وقال له: حصل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا هو كده خلاص اعترف قدام النيابة وقدام المحكمة. وبعدها محكمة جنايات المنصورة حكمت عليه في جلسة شهر 4 سنة 2019 بالإعدام بإجماع الآراء، وبعدها تم تقديم طعن على الحكم لتخفيفه، لكن الطعن ده اترفض، والكلام ده كان في أول شهر 3 سنة 2022، ومحكمة النقض أيدت تنفيذ الحكم. وبعدها المحامي بتاع المتهم طلع في شهر 10 سنة 2022 وأكد على موقع القاهرة 24 إن تم وقف تنفيذ الحكم بسبب إن في أدلة جديدة تم تقديمها وبيتم التحقيق فيها. لكن اللي حصل بعد كده إن تقريبا الأدلة دي اترفضت، وتم تنفيذ الحكم في محمود نظمي يوم الحد 5/2/2023، والكلام ده كان في سجن برج العرب. وتم بعدها تشييع جنازته في بلده اللي هي ميت سلسيل في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 6/2/2023، وتنتهي كده واحدة من أغرب القضايا اللي هزت مصر كلها. غلطة محمود هنا قبل ما تكون في المخدرات، فهي كانت في الصحبة الفاسدة اللي اتلم عليها وعرفته سكة المخدرات، وكمان عرفوه سكة بنات الليل وكل السكك اللي مش كويسة. وفعلا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يا ريت لو وصلت لهنا ضروري تدعي للولاد في التعليقات بالرحمة ولوالدتهم بالصبر، وتعرفني رأيك في القضية. وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب انها توصل لغيرك. ولو في قضية حابب ان اتكلم عنها ممكن تسيبها لي في التعليقات. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.